أول حاجة أستاذ لينا شرف لي أنا شرف الخصوص أنني كقارئة قريت لي كتب متوفر الكتب ديال المغرب. أنا حاضرة مع تونو. الحاجة اللي كنعتز بها واللي كتعجبني هو أن نقلتي من الناس سمعتي إلا قراو شي مغنية أو رواية على حسب كل واحد إلى النجوم، يعني ولات بحال من الشباب أنهم ولاو كتاب. وهذه زعما ككاتب عربي صراحة زعما فخر لنا كافي. فأنا في هذا الإطار عندي بعض الأسئلة. نسولك أول سؤال اللي هو شنو هو السبب حول استحواذ الفانتازيا على نسبة كبيرة من قراء الروايات في الوطن؟ قصدك في الوطن العربي ولا العالم؟ في الوطن العربي. أنا فهمتها جوي. لأن الهدف من الرواية أنها يعني تأخذنا أو تعطينا فاصل عن واقعنا. فيمكن الرواية الفانتازية هي أفضل مضمون أو موضوع يمكن يأخذ لنا عيد. الروايات الاجتماعية أو الرومانسية أو كذا قريبة شوي من الواقع، فكل ما كانت الرواية تأخذنا بأبعد كانت أجمل. فالرواية الفانتازية أتوقع هي الأكثر قدرة على فصلنا عن الواقع. تماما، احنا محتاجين مرة بريك. فصل عن بركات عن الواقع. شنو اللي كتأمل أنه القارئ يحصل عليه من خلال الروايات؟ في تطرح له كثير، يعني أحيانا نحمل الرواية أكثر مما تحتمل. هل هي تعطينا معلومات؟ هل تعطينا تطور من ثقافتنا إلى آخره؟ ممكن بعض الروايات تضيف لك معلومات، تضيف لك قيم، مبادئ، لكن أساسا المتعة بحد ذاتها شيء صعب البناء. مو كل إنسان يقدر يحصل على المتعة بسهولة. فإذا تمكنت الرواية من إعطانا فاصل عن الحياة وراحة وهدوء لأرواحنا وعقولنا، هذا بحد ذاته شيء عظيم. صحيح، وأنا أتفق. واش كيوقف الإبداع ديال أسامة المسلم في حدود يعني معينة كتفرضها التقاليد المجتمع أو يفهم يفتح هو في مصطلح يقول الخيال لا سقف له أو الكتابة لا بد أن يكون في سقف. The sky is the limit. لا، في الخيال في القصص، لكن لا شك أنا يعني منذ اليوم الأول من النشر عندي يعني مبدأ أني ما أخذ كثير في مواضيع حساسة بهدف إعطاء يعني نوع من الانبهارات عن الرواية. لا أبدا، أنا ضد أن إحنا ما نكتب كتابة آمنة ممتعة. ما حاول أني ألجأ لإثارة سواء غرائز، مواضيع حساسة، معارات، أمور يعني دين، سياسة، جنس، هذه أمور مطروحة أكيد ما في غنى، بس ما أخذ فيها بتفاصيل لا من مواضيع أو حتى ألفاظ. يعني مؤمن أن الرواية الناجحة الممتعة ما تحتاجها لأنه إذا كانت القصة جيدة والشخصيات مبنية بشكل صحيح ما راح تحتاجها. لا، خصوصا أن القراء ديالهم يليفون حتى الكبار، يعني حتى في كبار يتحسسون من هذه الأمور. من أنا إيه يعني ما أحس أن الإنسان يعني لابد أن يخوض في وحل من المواضيع أو الألفاظ كي تكون روايتها سبيشال أو من لا، أنا ضد هذه الفكرة، وأنا حاولت أثبته وأعتقد أني أثبت أنه ممكن تكون لديك رواية. وذكر يعني يمكن القارئ العربي في الماضي يعني يرى أن الرواية اللي تخلو من هذه الأمور هذه رواية طفولية أو رواية. لا أبدا، لا اسمها رواية طفولية ورواية للكبار. هذه التصنيفات فرضت علينا وأعطي لكل نوع قيمة ومقام غير. الرواية قصة ممتعة نقرأها وننفصل عن واقعنا أيا كان محتواها. وكأعتقد أدب عربي أعتقد أنه يعني يمكن أن يسمو بدون هنه. تمام. هل يعنى أدب الفانتازيا بإصلاح المجتمع في نظرك؟ إيش يسمى؟ إصلاح فرد قد يكون أول خطوة لإصلاح المجتمع يعني. لكن السؤال كيف تصلح فرد؟ كلمة إصلاح من كلمة كبيرة ولها وماذا نصلح بالذات؟ لا يوجد فرد متهالك تماما، كل إنسان له جوانب تحتاج إلى علم. لكن عودة على الهدف في الرواية اللي أنا قلت اللي هو إعطاء الإنسان بريك أو راحة من الحياة، أعتقد هذا جزء من الهيلينج، من الشفاء. لكن هل الرواية معنوية بإصلاح؟ أعتقد لا، لكنها تكون جزء
من عوامل كثيرة في علاج أو التطبيب على المجتمع، بس الإصلاح المجتمعي يأتي من الأفراد وليس من الأديان بس. تماما. الشخصيات في روايتك أستاذ أسامة واش كتمتلك حرية الاختيار أما القدر اللي فرض عليك هاد الطريق اللي سلكتيه مع الشخصيات؟ هي طريق فيه هلاك واحد من الطرق اللي عندك يا أستاذ. ولا أنا يمكن يعني لأن أنا أحاول قدر الإمكان أكون خيالي بواقعية، فمو أنا ضد النهايات السعيدة أو النهايات أو مؤيد للنهايات التعيسة. أنا مع النهايات الواقعية. الحياة ما هي 100% سعادة ولا 100% تعاسة، هي خليط الاثنين. دائرة الحياة لا تكتمل إلا بالموت. فيمكن القراء شوي لأنهم يحبون بعض الشخصيات يجدونها تموت، يعني يقولون أنت دائما تقتل كل الشخصيات. مستحيل كل الشخصيات، أكيد في شخصيات تعيش، بس يمكن ارتباطنا بهذه الشخصيات خلانا شوي نحس أن لا نريد أن نفارق. فهذا يعطي الرواية اللي تنتهي يعني بعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، هذه أقرب للتهويدة من الرواية. لا، وأنت ذكرت شيء، هل الرواية تعطينا قيم؟ من ضمن القيم أنك تدرك أن لا سعادة دائمة ولا تعاسة دائمة. فهذه الرسالة يجب أن يعني تصل الناس أن الأمور حتى وإن لم تسر بالطريقة اللي أنت تحبها لكن الحياة تستمر. تماما. واش هذه رسالة يعني الرسالة ديالكم في رواياتك، يعني هذه من الرسالات اللي كتحاول أنك تمرر؟ أكيد. يعني الشباب الآن مو كلهم طبعا، بعضهم أصبح هشا وأقل شيء يواجه في الحياة أن الحياة انتهت وأن مستقبله ضاع. لا، لازم يكونون أشد شوي، لازم يتحملون الحياة عمرها ما كانت سهلة. الأصل في النجاح هو البذل والمجهود، النجاح السريع هو الاستثناء، هو الصدفة. فلازم يعرفون أن الحياة لا تتطلب صبر، تعب ومشق. هذا الأصل الحقيقة وليس الاستثناء. غادي نطريق الرواية اللي مازال ما قريتهاش، هي لوج. لا. حسيت بحال أنه من الناس اللي قراو الرواية بأنه عندك واحد العلاقة بعالم البحر اللي هي خاصة. لا. يعني واش هاد العلاقة مع عالم البحار مرآة كتعكس واحد التفاعلات اجتماعية بالنسبة لك أو لا أنت شي حاجة خاصة؟ يعني بالنسبة لي مميز لعدة نواحي. أول شيء علاقتي أنا شخصيا بالبحر علاقة وطيدة، يعني سواء الجلوس على الشاطئ أو الغوص فيه أو حتى صيد الأسماك. يعني أنا أقوم بالبحر وأحب الغمي أن نكتشف حول البحر، أنا لا أعرف شيء عن البحر. البحار 70% من عالمنا هي ماء البحر، فهذا عالم واستكشافه أحس فيه مغامرات كثيرة، ناهيك على أن رواية مبنية على صراع، عدة صراع بين الأبناء وأبائهم في العائلة، صراع بين الشعوب وحكامهم، صراع بين الطبقات الاجتماعية في لوز. يعني إحنا في مجتمعنا البشري في طبقات اجتماعية، الغني والفقير، ابن العوائل العالية وإلى آخره. ففي البحار هناك تصنيف، يعني تصنيف حقيقي بين المخلوقات حسب القوة في الأساس، وأحيانا حسب السلالة. يعني مثلا في الحيتان يرون أنهم سلالة ملكية راقية، لا ينظرون للمكلمة من قريدس، أما يسمونه في المغرب بالشرمب. يعني فهناك هذه النوع من الطبقية. وجدت أن البحر بكائنات مكان غني جدا لشرح هذه الفروقات. القروش تفرق بالقوة، القناديل، لأن القناديل مثلا جسمها هزيل بسرعة، فاضطرت أن تعتمد على عقلية، فأصبحت تطور من عقول كي تهيمن. رواية لوج يعني ما أخفيك خذت مني كثير من البحث، سواء العلمي للتيارات أو عادات الكائنات البحرية الآخرة، وأيضا حتى في العلاقة، يعني علاقة التلافين مع القروش. حتى في الواقع هناك سيستم كامل للتعامل. الهجرة، بعض الأسراب تسمح بأن يفترس جزء منها كي
عالم غني جدا. يعني أنا صحيح قلت أن لو جبت 7 أجزاء أعتقد لو سأنطلق قد لا يكفيها 10، لكن بنحاول نحجمها عن 7. انا كنتسنى امبراطورية السلاح باش نبدا نقراها. لا تقرأيها لتكتمل آه، كاملة على أساس ما تنتظرين. ان شاء الله. شنو هو التقييم ديال الاستاذ اسامه للفانتازيا العربيه، وشنو هي المواضيع اللي في نظرك كتحتاج استكشاف فيها اكبر؟ يعني ماشي غير من طرف ولكن من طرف الكتاب العربي بصفه عامه. الفانتازيا العربية بخير، ومؤخرا ما شاء الله بدأوا الشباب يكتبون فيها محاولات، في محاولات ممتازة، محاولات متواضعة، ومحاولات سيئة يعني. لكن كل هذه المحاولات بالنسبة لي هي جيدة من ناحية أن احنا كتبنا في الفانتازيا وكتبنا في الرعب حتى والخيال. مع الوقت يعني سيكون هناك تصفية أكيد من القراء، سيبقى الممتاز وسيتطور المتوسط، والضعيف سيعرف أنه يحتاج أنه يطور نفسه. نحتاج إصدارات أكثر، نحتاج مواضيع أكثر، في مواضيع كثيرة ممكن نطرقها يعني. عشان كذا يعني بدأت المواضيع تتشابه، لكن هذا مجددا ضروري كي يتم يعني بدأنا ندخل في عنق زجاجة اللي هو البقاء للأفضل، وهذا صحي. ما حد سيتسيد المشهد أو هذا هو أفضل وهذا الأسوأ، لا. وجود الكثير من الكتاب، الكثير من الكاتبات، أحس أنه مع الوقت سوف يصفى إلى مجموعة أو نخبة من الكتاب. بس هو هذا في نظري انا بالنسبه للقارئ حاجه مزيانه. لا أكيد هو المستفيد عنده خيارات كثيرة، بس ممكن القارئ يعني ينزعج من أنه ما يعرف ما الذي يجذبه أو ما هو القلم الجميل له، ويقع في أقلام ما تعجبه. هذا يكلف أني أشتري كل شوي كتاب وأستكشف، وهذا ما خلق لنا مجتمع البوكتوكرز اللي هم ينصحون هذا كويس وهذا مو كويس. وأيضا خلق لنا ما أدري شو أسميها، سوق سوداء في شراء الريفيوات، أو يدفع لهم كي يتكلموا أو ينصحوا عن كتب ممكن هم حبوها يعني، بس ممكن القارئ الآخر ما حبها. فهذا ما في يعني أنا عندي تعليق، بس هذا الوضع وهذا بيستمر لفترة، لكن في النهاية سيستقر الغبار وتتضح الصورة. ان شاء الله. عندي سؤال خاص شويه. إلا كان عندك القدرة أنك تسافر لواحد العالم من العوالم اللي انت اختاريتها، تسافر للعالم ديال بساتين ولا عالم روج ولا أي عالم من هاد العوالم؟ والله أنا عوالمي كلها خضرة يعني، ما أبي أروح لها صراحة. لكن أعتقد إن في أحد عوالمها يعني خوف جزء كبير منها على اللي يعني أنا أوريدي. لكن لو بتقولي لي غير خوف، يمكن أبغى أحكم البطور السبع. شرط يكون الحاكم ماكو باريد. كان عندي إحساس أنه غادي تختار عالم البر. هذا شهر جذاب جدا، بس زي قلت لك على شرط أكون من الكائنات العليا يعني، مو الستة، لأنها تواجه اضطهاد يعني. نعم. كتاخذ منك البوكوت يعني وقت كبير، حيت مثلا انا قريت لك اول القراءات ديالي كانت عن بساتين على بوستال، وحسيت انك درتي واحد البحث كبير في الموروث ديال العربي، ماشي فقط يعني ديال دول الخليج، ولكن حسيت بانك بصفتي الوطن العربي كامل. هو عشق خاص لي للتاريخ العربي القديم. أنا أحب أقرأ فيه بزمن طويل وأنهل منه يعني. حسيت إن في معلومات كثيرة الشباب ما راح يعرفوها من الكتب، لأن الكتب مملة اللي يقرأ فيها يعني. فهو وهذا من أهداف الرواية، أنها تأتيك بمعلومات وبأفكار إقالة بوعي تقرأ عنها وتستكشفها يعني وتحبها. فنعم كانت التغطية من أقصى المحيط إلى الخليج، شمالا جنوبا. حاولت أني أجمع عادات، لأن عندنا عادات جدا جميلة. حبيت أني أضعها في هذه الرواية، بحيث أن القارئ العربي يفتخر بتاريخه بعروضته. ودائما الإنجاز يكون بالبنيان والتعمير والآثار المعمارية، لا، هناك حتى إرث أخلاقي كبير عند العرب، حتى لصوصهم لديهم أخلاق.